النهارده هجرب معاكم فواكه. اول مره اجيبها. كان نفسي اجربها من زمان الحقيقه، بس ما كنتش بلاقيها قدامي يعني في الاسواق وكده. النهارده لقيتها فقررت ان انا هجيبها ونجربها سوا. جبت دراجون فروت وجبت الليتشي. تعالوا اجرب معاكم ايه الاول. تعالوا نجرب الدراجون فروت الاول. انا مش عارفه هي من جوه هتبقى من اللي لونها ابيض ولا اللي لونها بينك كده. هنشوف مع بعض. هفتحها. بصوا يا جماعه اللون. بصوا احمر قوي. لون البنجر. لون. عارفين اللون الاحمر اللي مدي على بنفسجي شويه ده. لونها تحفه من جوه بجد. لونها حقيقي حلو قوي. تعالوا بقى نقطع منها حته، نقشرها ونقطع منها حته وندوقها. مش عارفه ليه انا حاسه ان لونها ممكن يبقع. حاساها زي البنجر قوي. بصوا القشره. بصوا القشره بتتشال بسهوله ازاي. مش محتاجه اي مجهود. بصوا سبحان الله شكلها حلو قوي. الدراجون فروت شكله عارفين اسمها على اسم فاكهه التنين، فهي فعلا مديه الشكل ده. ومن جوه كمان طالعه حمرا، فعامله دورها وزياده يعني. تعالوا ندوقها. بسم الله. مش عارفه. هي فيها بذور من جوه كده بتقرمش، بس هي طعمها ضعيف قوي. انا مش حاسه طعم حاجه معينه، يعني حاسه كاني باكل ميه كده. مش حاسه بحاجه ممكن اقولها لكم. هي فيها سنه سكر بس ضعيفه قوي برضو، يعني مش الفاكهه المسكره قوي. او يمكن انا حظي في دي كده. بس مش عارفه اوصف لكم ايه، يعني مفيش طعم ظاهر فيها قوي يعني اجيبها يعني اوصفها لكم بيها. هجيبها تاني ولا لا؟ السمره دي ب 135 جنيه الوحديه. فانا هجيبها تاني ولا لا؟ لا طبعا مش هجيبها تاني. الفاكهه اللي عندنا حلوه قوي. دي لا. دي جربتها مره، مش هكررها تاني. وحتى مش عارفه اوصف لكم هي ايه. تعالوا نجرب الليتشي، يمكن يبقى فيه الامل. الليتشي ثمره صغننه كده، عامله زي بتفكرني شويه بالتعبان، مع انها يعني مش عارفه. هي بتفكرني بيه قوي. تعالوا نقشرها ونشوف. بتقشر بسهوله. بصوا قشرتها صغننه كده، من جوه الثمره بيضه. لحظه نجيب ده كده. بصوا الثمره من جوه بيضه، لونها ابيض كده، عامله زي وعلى فكره فيها ميه كتير قوي، يعني بتنزل سوائل كتير قوي. شايفين بتنقط اصلا. ريحتها فيها من جوز الهند شويه، حاساها كده. تعالوا ندوقها. بسم الله. جواها بذره. بصوا جواها بذره اهي. خلي بالكم انتوا بتاكلوها. بصوا يا جماعه الليتشي دي
مديه فيها طعم كده من عارفين ميكس بين التفاح والكمثرى. انا حتى دوقت بنوتي عشان تقولي رايها هي كمان، ان انا احترت شويه. طعمها مدي ميكس كده بين الكمثرى والتفاح كده، بس فيها برضو طعم كده غريب، فيها طعم مدي دوا برضو في النص كده شويه. فالميكس على بعضه مش مستصاغ قوي يعني، بس هي كسكر سكرها عالي جدا يعني، فاكهه مسكره. انا كنت جبت العلبه دي فيها كام واحده كده، كانت تقريبا ب 68 جنيه. دي ملهاش طعم خالص. فهل انا اجيبهم تاني ليتشي ودراجون فروت؟ لا الحقيقه مش هجيبهم تاني. انا اجيب مانجا، اجيب تفاح وكمثرى، اجيب فراوله، اجيب الفاكهه الحلوه بتاعتنا دي اللي هي مسكره وليها طعم حلو وواضح ولذيذ. ليه اجيب دول تاني وبالسعر ده؟ الحقيقه انا جربتهم وقلت لكم رايي فيهم بصراحه. عايزين تجربوهم جربوهم، مش عايزين هتبقوا كسبتوا والله ما خسرتوش. يلا باي باي.